اليوم هبطت تعليمة جديدة من بنك الجزائر. وش يقول؟ تقول التعليمة هذه قالك ليكم في علم المسافرين، يعني الناس اللي داو 750 أورو في جويلية 25 وخرجوا لتونس وما قعدوش 7 أيام. خرجت لتونس وما قعدتش 7 أيام، أورو واحد. قال لك في حال مغادرة التراب الوطني سيتم توقيف المعني على مستوى مصالح الشرطة، يعني مع تخرج بعد راه ما يحكموك، يديوك. قال لك وعليه يدعو البنك كل من خالف، يعني أي شخص خالف الإجراءات الصرف إلى غاية ديسمبر 2025، يعني اللي ما خرجش من جويي حتى لديسمبر 2025 وبغيت تزيد تخرج منه جاي، ماشي زعما باش تخرج باش دير الصرف، يعني راك راح تروح تحوس بلا ما تحوس تدي الصرف، لازم تروح دير معهم إجراءات المصالحة في البنكة. وإجراءات المصالحة كيفاش دايرة؟ لازم قالك ترجع 750 أورو، قالك ترجع 750 أورو وهما يرجعوا لك العملة الوطنية كيما دفعت انت. دفعت 12 مليون و10 آلاف، يرجعوا لك هما 12 مليون و10 آلاف. هذه هي. ويعطيوك واحد الطالون، قالك كي تخرج في لافرونتيير ولا في الايروبور توريه لهم، توري لهم هذيك الورقة. قال لك كما يحيط البنك كافة المسافرين الذين استفادوا من منحة 750 أورو ومغادرة التراب الوطني لأول مرة أنهم يستوجب عليهم البقاء 7 أيام مهما كانت الظروف تحت طائلة المتابعة القضائية. يعني اللي راح يخرج منه جاي يدير في حسابه أنه يقعد 7 أيام مهما كان. ما تباباك مك خالك جدك طارت رجلك خويا سرقولك الصوار ضرب بيسهل عليك، تقعد 7 أيام. وإذا ما قعدتش 7 أيام تعاود ترجع، راك تقعد تحت المراقبة القضائية ولا ترجع الدراهم. هذه هي. ان شاء الله راني شرحت لكم بالتفصيل الممل باش منو جاي دير حسابك. هذه هي. وما تنساوش خاوتنا دعمونا بابوني وخليونا كومونتير، قولوا لنا واش رايكم في القرار هذا اللي دارته الدولة الجزائرية.